الجنيدلر شميلدر فيليبي سلتانا سوبيتيتش اوف مويلا نوري شاهين والعائد الى التشكيله كيهوف. اما ودورتموند هي لقاءات الديربي، هي لقاءات يعني اراد الذي ارتدى شاره الكابتن لاول مره في نهائي كاس السوبر الالماني امام بايرن ميونخ. تعود كره اماميه لها لوكاس باريوس. محمد زيدان يتدخل يطلع يدخل في الكره، كره ملعوبه، جول لوكاس باريوس بالراس. محاولة دانتي في ابعاد الكرة، لكن هناك صافرة من حكم اللقاء وخطأ على اللاعب محمد زيدان. سوبيتيتش محمد زيدان تسديدة كرة ممتازة من محمد زيدان. زيدان يسدد كرة قوية لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. هكذا كانت التسديدة لكن عالية، مرت إلى خارج أرضية الملعب. محمد زيدان إلى التهديد الأول، التهديد الأول كان ممتاز، صناعة هدف أمامية الكرة. تجد دانتي وحارس المرمى لوكا بايلي، لكن الآن الضغط يأتي من كوبا إرسال كرة أمامية لكن هنا مقطوعة من تيمس. خلص شميلدر والعودة السريعة. زيدان أيضا يفقد الكرة في أوروبا لكن كرة ملعوبة. محمد زيدان كرة إعادة من محمد أو إعادة من دانتي وخطأ على محمد زيدان. هنا اللقطة محمد زيدان، كرة تتحول تعود إلى محمد زيدان، يلف ويدور يفكر في المرور. الآن يفضل ينزل على الطرف الأيسر، كرة موجودة في مكان ممتازة لكروس كرويتس، يتقدم يقص للداخل الآن في منتصف العمق، محاولة التقدم إلى الأمام لكن تصل الكرة سهلة إلى حارس المرمى لوكان بايلي من تشكيلة السيد يورجن كلوب. دانتي دائما فقط 10 دقائق في نهاية شوط أول يتقدم فيه بروسيا دورتموند على بروسيا مونشنجلادباخ، لكن لديه كرة ملعوبة لوكان بايلي يبعدها، تعود من جديد محمد زيدان، محاولة ممتازة لزيدان، تسديدة ولكن تتخلص. تلعب توصل كرة لمحمد زيدان في الملعب. زيزو استلام، زيزو لف ودوران، زيزو ما زالت الكرة معاه، يمر كرة تلعب أمامية محمد زيدان، زيزو كرة، يا سلام يا الله، زيزو تسديدة قوية لزيزو ولكن الكرة مرت مبعدة من لوكان بايلي إلى خارج أرضية الملعب، لكن تقدم رائع جدا من الخطير محمد زيدان الفرعون الصغير. تعني هناك إعصار يضرب في البحر الكاريبي يسمى إعصار أرانجولو. أمامية للوكاس باريوس، محاولة المرور موجودة، تمريرة لمحمد زيدان، زيزو ممكن يسدد، عدى مر تقدم، زيزو زيدان يسجل الهدف الثاني وقبلة للجماهير هنا من زيزو. إذا حاسة التهديف تعمل للفرعون الصغير ويسجل هدف المباراة الثاني. يا سلام يا سلام، كرة مر من اثنين من دانتي ومايكل برادلي، وين في الجول، جول جميل جدا من محمد زيدان، هكذا كما فعلها في ويمبلي هنا يفعلها في سيجنال ادونا بارك ومع فريقه دورتموند. يجعل يورجن كلوب يصمت طويلا لانه تحدث عن محمد زيدان مستغربا لماذا يسجل للمنتخب المصري. يعود هنا محمد زيدان ويقدم له قبلة هكذا بعدما ان سجل هدف المباراة لنور شاهين الى زيزو. محمد زيدان مع الكرة يحاول يعدي محمد، يمر الكرة الى افومويلا ومن ثم الى زيدان من جديد، يوقف على كورتا يحاول انه يعدي لكن يرسل كرة بالهين من جديد يا سلام يا سلام، مرور ممتاز من محمد زيدان ولكن دانتي يتلقى الان البطاقة الصفراء الاولى له في هذا اللقاء والثانية لمصلحة بروسيا مونشنجلادباخ، ورقم 64 للحكم السيد مايكل وور، لكن ما تتخلص، توصل لمحمد زيدان، ارتداد سريع لمصلحة دورتموند، كرة ملعوبة للوكاس باريوس في مكان ممتاز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، محمد زيدان، زيزو
يسجل الهدف الثالث لدورتموند، وعن طريق محمد زيدان. لكن لو تعيدها يا مخرج من جديد، جميل الكرة بدايتها كانت من محمد زيدان، هنا مرر للوكاس باريوس، يا سلام لمحمد زيدان، ومحمد زيدان في المرمى في مثل هذه الاماكن. محمد زيدان ما يضيع زيزو الصغير، زيزو الفرعون الصغير يسجل الثالث الان لمصلحة دورتموند. والموسيقى الان تعمل هنا في ملعب الادونا بارك، في ملعب السجن الادونا بارك. هكذا يتألق زيزو، يسجل سادس اهدافه في هذا الموسم. لكن يا سلام على تبقى لنهاية هذا اللقاء. يا سلام محمد زيدان يخطف الآن، يتقدم محمد زيدان إلى لوكاس باريوس، من جديد محاولة زيدان، ولكن الكرة خطأ لمصلحة كيهل. بالفعل هاينن الآن يستعد النزول في أرضية الملعب بديلا لمحمد زيدان. محمد زيدان كفى ووفى ورد سريعا على مدرب السيد يورجن كلوب، حينما استغرب لماذا لا يسجل زيدان يرد هكذا بتسجيله هدف ثاني في اللقاء لمصلحته. زيدان